العروسة اتجوزت وهي حامل، واستعانت بجاموسة عشان تداري جريمتها. جريمة هزت محافظة الشرقية. في قرية ريفية بسيطة سلمته نفسها وأمنت له بعد ما قال لها محدش هيخاف عليكي ولا هيحبك زيي، وكده كده هتبقي مراتي في يوم من الأيام، ومحدش غيرك هيشيل اسمي ويبقى أم أولادي. وهي كانت واثقة إن عمرها ما هتتفضح، وسترها يتكشف على إيد ابن عمها اللي اتربوا سوا، ومستحيل يفضح شرفه وعرضه. ملخص الحكاية إنه كان في أخين كانوا عايشين في بيت عيلة في قرية ريفية، وبيوت العيلة في الأرياف مفيش أكتر منها. والأخين كل واحد فيهم اتجوز وخلف، واحد خلف ولد والتاني خلف بنت. ومن عادات الأرياف الاختلاط في العيشة والأكل والشرب مع بعض، والحياة الواحدة حاجة عادية جدا، لأن ولاد العم بيعتبروا نفسهم إخوات واحد وبيكبروا على كده. وفعلا كبر الولد والبنت ولاد العم، والبنت كانت زي القمر، والولد كان معجب جدا ببنت عمه وطالع نازل عليها بكلام الحب. ولما عمه يقول له واقف معاها ليه، يقول له بحفظها حديث ولا بسمع لها آية مهمة، وهو كان كل كلامه معاها بحبك بحبك، لحد ما البنت ما سلمته نفسها. وهو ده كان هدفه من البداية، وما كانش مكتفي بمرة واحدة، وبقى يكرر الموضوع ده معاها على طول. وكل مرة يقول لها خلاص هطلبك من عمي، انت هتبقي مراتي، انت اصلا شرفي وعرضي وبنت عمي، يعني معقول انت غبية ومش واثقة فيا للدرجة دي؟ يعني هفضح نفسي يعني او اخلى بيكي؟ والبنت كانت بتصدقه، وبعد كده بقت تصدقه لانها مضطرة ومفيش حل الا ده. وكل مرة بيقنعها بكلامه وتتجاوب معاه، وتقول له أبوس إيدك، اطلب إيدي من أبويا وكفاية لحد كده، مش بيصعب عليك عمك اللي بيعتبرك ابنه وأكتر؟ وهو يقول لها نفس الكلام، بكرة هكلمه، بعد يوم، بعد يومين، ويوم يجر التاني. وبقوا عايشين هو يستغلها والبنت مش فاهمة أي حاجة، لحد ما في مرة لاحظت إيمان إنها دايخة على طول، وكمان الدورة الشهرية اتأخرت عليها، فقلقت وجابت اختبار حمل من الصيدلية، واكتشفت المصيبة الكبيرة اللي ما كانتش عاملة حسابها، مع إنها بتاخد حبوب، بس في الآخر حملت. جريت على ابن عمها تقوله إنهم لازم يتجوزوا بسرعة لأنها حامل وبطنها مسرها هتظهر، وعشان ما تتفضحش في العيلة ويفضح نفسه زي ما كان بيقول لها على طول. وهنا ظهر ابن العم على حقيقته وقال لها حامل؟ حامل من مين؟ وانا ايه يضمني اللي في بطنك ده اصلا ابني ولا بنتي؟ مش يمكن زي ما كنتي سهلة معايا عملتي كده مع غيري؟ وازاي املك على اسمي وانتي ما تسويش حاجة؟ ده اللي زيك مفيش ارخص منهم ومتاحين للكل. يا عيني عليك يا عمي، يلي بنتك هتجيب راسك في الطين. وهنا ايمان اتصدمت صدمة عمرها، وكانت بتفكر ازاي تنهي حياتها وخايفة من الفضيحة، وكل يوم بتعيط بدل الدموع دم، وتحلف لابن عمها إن محدش لمسها غيره، وهو يقول لها الله أعلم، شوفي بقى سبتي نفسك لمين وأنا مش موجود زي ما سبتيني نفسك، هو أنا يعني على راسي ريشة؟ وهنا إيمان ما كانش قدامها أي حل غير إنها تنهي حياتها، لكن أمها شافتها ولحقتها على آخر لحظة، وقربت لها وبدأت تقول لها احكيلي فيكي إيه، لحد ما إيمان حكت لها المصيبة اللي هي فيها، وإن ابن عمها هو اللي عمل فيها كده. هنا أمها خافت جدا، لأن جوزها شديد وطبعه صعب، ولو عرف هيخلص عليها هي وابن عمها، وهو هيتسجن وتبقى العيلة كلها اتدمرت. فأمها فكرت وراحت لابن عمها وقالت له ينفع اللي حصل بينك وبين بنتي؟ انتوا لازم تتجوزوا بسرعة، وانا هقنع ابوها ونداري الفضيحة والمشاكل اللي ممكن تحصل. هو سمع كلامها باستهزاء وقال لها وانا ايش ضمني اللي في بطنها ده بنتي ولا ابني؟ ولو خلفت منها بنت لا قدر الله، اضمن ازاي ان بنتي تطلع كويسة وامها سلمت لي نفسها؟ وبنتي اللي جت في الحرام مع اني كنت واخد احتياطاتي دي، هل هتطلع بنت صالحة وكويسة ولا هتحط راسي في الطين زي ما امها ما عملت في جدها؟ ريحي نفسك يا مرات عمي، انا ممكن اتجوز واحدة ما يتشافش وشها من ظهرها، لكن عمري ما هتجوز بنتك رغم جمالها. هنا ام ايمان
اتصدمت صدمة كبيرة من كلامه عن بنتها، وقعدت تعيط وحالتها بقت صعبة، وفي نفس الوقت خايفة إن جوزها يعرف ويموت بنتها ويموت ابن أخوه ويروح في داهية. بدأت تفكر مين ممكن يستر على بنتها ويتجوزها، وحتى لو عرف مش هيأذيها. فكرت في ابن أختها وراحت زارته وقعدت تقرب له وتقول له أنا ملاحظة إن بنتي معجبة بيك وبتسألني عليك. وبدأت تعلق ابن أختها ببنتها وتقول لأختها إيه رأيك نلم شملنا وناخد ابنك لبنتي، وبنتي أصلا بتحبه. وبنتها ما كانتش بتحبه ولا بتطيقه، لكن عاوزة تستر على نفسها من الفضيحة. وراحوا خطبوا إيمان، وهناك أمها كانت عاوزة تعجل بالجوازة بأي شكل قبل ما بطن بنتها تظهر والجنين يتسمى باسم ابن أختها عشان تلم الفضيحة. وابن أختها ما كانش جاهز وشقته ناقصها حاجات كتير قوي، فخالته قالت له مش مهم، اتجوزوا الأول وأي حاجة ناقصاكوا هاتوها بعد ما تتجوزوا، ولو في حاجة مهمة أنا سدادة، بس كله بيني وبينكم من ورا أبوها، وأنا عندي دهب كتير وأقدر أتصرف فيه براحتي. فأختها وابن أختها استغربوا من تصرفها، بس قالوا يمكن بتوجب معاه عشان هي خالته وعشان تفرح ببنتها. وقعدت تقول لأختها أنا حاسة إن أنا هموت وعاوزة ألحق أفرح بيهم، وفعلا صدقوها. والفرح كان بعد شهرين بالظبط من الخطوبة، وجت ليلة الفرح والعريس ليلة دخلته اكتشف إنها مش عذراء واتخض جدا. لكن إيمان كانت ذكية قوي وقالت له هي ماما ما قالتلكش على العملية اللي أنا عملتها وأنا صغيرة؟ قال لها لأ، ما قالتليش. واتصل اتأكد من خالته واللي أكدت كلام بنتها، وقعدوا يعملوا عليه حوارات، وهو طبعا صدق، والدي خالتي وبنت خالتي وعمرهم ما هيضحكوا عليا. والموضوع عدى. المشكلة إن إيمان كانت حامل في آخر الشهر التاني وخلاص داخلة التالت، فاتفقت مع أمها إنها لما تولد يقولوا إن الجنين ابن 7 شهور عشان محدش يشك فيهم ويبان إنه ابنه والحياة تمشي طبيعي. وراحت أم إيمان وإيمان لدكتورة، والأم دفعت مبلغ محترم وقالت لها احنا عندنا مشكلة، وحكت لها الحكاية بتفاصيلها من الأول خالص. وقالت لها بطلب منك بس تقولي إن الجنين ابن 7 شهور، ولما تجيلك مع جوزها قولي إن الجنين لسه مش باين عشان في الأول، وما تقوليش هو في الشهر الكام. والدكتورة وافقت، وجوزها راح معاها للدكتورة وهو على عماه، وكان مبسوط جدا إنها حامل وبيعشقها وبيتمنى اليوم اللي تولد فيه وتجيب له ابن أو بنت، وكان بيخدمها في حملها ويقول لها مش عاوزك تقومي من مكانك، انت بس تأمري وأنا أنفذ. وهي ربنا هداها وكانت بتشكر ربنا إنها اتسترت ومصيبتها عدت على خير، لحد ما في يوم الشيطان ابن عمها كان بيدور وراها ومراقب حياتها ومتغاظ ازاي تعيش حياتها عادي وتتجوز وتنسى كل حاجة. فاتصل بيها وقال لها ازيك، عاملة ايه يا بنت عمي؟ فردت عليه وهي متعصبة وقالت له انت ليك عين تكلمني بعد كل ده؟ ده كل اللي انا فيه ده من تحت راسك انت. قال لها ازاي، انت نسيتي اللي كان بينا؟ قالت له اه نسيت، وبكرهك وبكره اليوم اللي اتولدت فيه في بيت عيلة معاك، وافتكرتك سندي واماني، بس انت طلعت. ولسه هتشتمه قال لها استني بس، شوفي الفيديوهات والصور اللي بعتها لك هيعجبوكي قوي. وإيمان شافت الفيديوهات اللي بعتها لها، كانت فيديوهات ليها في وضع مخل مع ابن عمها، وصور وعلاقة كاملة بينهم في الفيديو من أول ثانية لحد آخر ثانية. فأعصابها انهارت وقالت له انت عاوز ايه؟ قال لها عاوز تبقي تحت أمري وتيجي نعمل زي زمان. قالت له أنا ست متجوزة وحامل. قال لها ما يخصنيش. وده كان اختبار لإيمان إنها تعيش حياة نظيفة وتصارح جوزها، حتى لو هتتطلق كان هيحترم صراحتها، أو حتى كانت تقول لأمها وهي تتصرف، لكن هي خافت منه ووافقت. واتفقوا على ميعاد، وكان جوزها مش بيشك فيها لأنها رايحة بيت أبوها ومش في باله إنهم في أرياف وفي اختلاط وإنها بتروح لشقة عمها. والموضوع اتكرر بينهم أكتر من مرة، لدرجة إنه أوقات كان بيطلبها يوميا، وبدأ جوزها يرفض خروجها كل يوم ويقول لها لأ، تروحي لأهلك يوم في الأسبوع وهم يجولك إن شاء الله كل يوم، لكن تخرجي كتير كده لأ. هنا ابن عمها قرر يروح لها البيت لما جوزها يخرج، وبدأ يعمل كده باستمرار، لحد ما في يوم جوزها دخل عليهم وشافهم في الوضع ده واتصدم صدمة عمره،
وما قدرش عليهم لأنهم 2 وهو 1، وهم اللي خلصوا عليه وأنهوا حياته. خافت جدا وقالت له: هنعمل إيه؟ ده مات. قال لها: عادي، هنحطه في قطعة في أكياس ونرميه في أي مكان، وانتي بيبلغي إن جوزك مجاش واتفقوا على كده. وقال لها: عندك أكياس ولا أخرج أشتريلك؟ قالت له: لا، خليك انت، أنا هخرج. وخرجت إيمان تشتري الأكياس، ورجعت لقت ابن عمها هرب وساب لها الجريمة كلها لوحدها هي، وهي حامل ومعاها جثة جوزها بالشكل ده في الشقة، يعني ولا هتقدر تشيل ولا تحط. كانت بتعيط مع صدمتها في ابن عمها كالعادة، وإن هو السبب في كل ده، وفي الآخر دمرها وسابها. اتصلت بسرعة بأمها وقالت لها: الحقيني، تعالي بسرعة، في مصيبة. أمها راحت جري وقالت لها: في إيه؟ إيمان حكت لها على كل حاجة وشافت الجثة. قالت لها: عادي، احنا هننزله تحت حظيرة المواشي ونفك جاموستين 3 ونسيبه جنبهم يهرسوا فيه، وتبان كأنها دفاع عن المواشي في حالة سرقة. البنت عجبتها الفكرة وفعلا نفذوها، وسابته لتاني يوم الصبح. وتاني يوم نزلت تكمل التمثيلية بتاعتها، ونزلت على حظيرة المواشي كأنها اتفاجئت بجوزها، وقعدت تصوت وتلم أهل البلد وتقول: الحقوني، الظاهر في عصابة قتلت جوزي، الحقوني. الناس كلها اتلمت وصدقوها، وقالوا دي أكيد كانت حالة سرقة ودفاع عن الماشية بتاعته، ومات. والمحضر كان هيتقفل على كده فعلا. لكن واحد من الجيران قال لها: أنا شفت ابن عمك كان بيجري ووشه كان مخطوف من هنا امبارح، يكونش هو اللي قتله؟ الجملة دي فتحت عيون الشرطة عليها وعلى ابن عمها، واتقبض عليهم هما الاتنين. أنكروا كل حاجة في البداية، لكن بعد الضغط عليهم اعترفوا هما الاتنين بجريمتهم وباللي عملوه، وتحولوا لمحكمة الجنايات. مش كده وبس، ده أمها كمان اتقبض عليها لأنها اتسترت عليهم. وبعد ما كانوا خايفين من الفضيحة قدام جريمة شرف قدام أهل البلد بتاعتهم، بقوا جريمتين أكبر من بعض: جريمة شرف وجريمة قتل. ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار، ويحفظ بناتنا من الفتن يا رب العالمين.